بصوا بقى يا بنات، بصوا مش شاربه اي زيت خالص، وبصوا مقرمشه من بره وبصوا من جوه. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه بس افتحها. بصوا بصوا العجينه من جوه بيضه ازاي اهي، وهشه، وبصوا مستويه اهي، ولا معجنه ولا حاجه اهو. اهو الباقي بقى هنزينه، وبعدين هنشوف شكله ايه مع بعض، وهنشوف برضو شكله واحنا بنزينه. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معلش يعني انا كل فيديو بقول لكم فيه اتاخرت شويه في الفيديوهات وكده. بس والله بيبقى غصب عني، فانا عارفه ان انتوا زهقتوا مني، بس والله غصب عني. انا بس كان مارو تعبان شويه، وهو لسه والله تعبان، بس عشان كده كنت متاخره في الفيديوهات شويه. انا هعمل معاكم النهارده وصفه الدوناتس. وصفة يعني، بصي الوصفة دي جربيها وصدقيني مش هتندمي. هيطلع معاكي هش جدا، ولونه ابيض من جوه، مش يعني العجينة من جوه بيضة مش غامقة، ومش هيكون شارب معاكي زيت. تمام. بس قبل بقى ما ندخل على الطريقة والمقادير، يعني اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، ولسه ما اشتركش في القناة يشترك وينضم لعيلتنا الجميلة، وسيبوا لي كومنتات، قولوا لي ايه رأيكم في الوصفة. تمام. وهسيب لكم لينك الانستجرام في اول تعليق مثبت، عشان لو في حد حابب يتواصل معايا. بصوا بقى مقاديرنا ايه. معايا 3 كوبايات دقيق. دقيق متعدد الاستخدام، وكوباية لبن دافي دافي مش سخن ولا بارد، عشان خاطر ما يموتش الخميرة معانا. ونفس الكوباية دي هي اللي عيرت بيها الدقيق. ومعايا معلقة ونص كبيرة زبدة. المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة إلا اللبن دافي. معلقة ونص كبيرة زبدة، يعني بالظبط 50 جرام. ومعايا بضاية اهي. وهنحط كيس فانيليا باودر، او معلقة صغيرة فانيليا سايلة اللي متوفر عندك. ومعايا معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر. بصوا بقى هنعمل ايه. مبدئيا كده انا هحط بس الفانيليا على البيض. تعالوا بينا بقى ندخل على الطريقة ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى معايا هنا بقى على النار. الخطوة دي للناس اللي ما عندهاش محسن خبز. هولع بس البوتاجاز. هحط كوباية الا ربع مية، وهحط عليهم معلقتين كبار مليانين دقيق، معلقتين ونص عفوا، كبار مليانين دقيق. وهقعد ادوب فيهم لحد ما يتشكل معايا عجينه زي عجينه بلح الشام. تكون عجينه هنشوفها مع بعض دلوقتي. تمام. بس تكون زي عجينه بلح الشام، اللي هو تسيب الطاسه معانا. بصوا ايه يا لوك. معلش يا جماعه، بنت اختي واقفه ورايا بقى، فمامتها شايلاها فعماله بتشدني من شعري. انا قلت منها اطلع اعمل لك ازعاج في الفيديو، فنجيبها بقى يشوفوها. انا اخلص من مروان تطلع لوكا. بصوا مش اول ما تلاقيها بقت العجينه عامله بالظبط كده تقومي شايلاها، لا لسه هتقعدي تعملي فيها لحد ما يبقى لونها شفاف خالص. بصوا بصوا بقت عامله زي عجينه بلح الشام ازاي، وفي نفس الوقت لونها اهو اهو شفاف. بصوا بقى انا فضيت اللي هو المحسن اللي احنا عملناه على النار في طبق، وهغطيه علشان خاطر يعني ما يكونش طبقة قشرة. والمحسن ده هيتضاف على المقادير اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو.
بصوا بقى الطريقة بقى هنعمل ايه. هنفضل المقادير كلها في العجان. فهنفضي المقادير كلها اهو، تمام، على بعض. وانا حاطه الفانيليا على البيضه هنا عشان كده لونها متغير. وزي ما قلت لكم اللبن يبقى دافي عشان ما يموتش الخميره. تمام، ثواني بس بعد الكوبايه عشان ما تدلقش علينا اهو. وهنفضي السكر والخميره. وهنفضي كمان الزبد. وهنقفل بقى العجان بتاعنا، وهضرب الخليط ده كله مع بعضه لحد ما يتكون معانا عجينة متماسكة. بصوا يا جماعة العجينة اهي، بصوا العجينة اهي، بصوا طالعة، بصوا بترد تاني ازاي، جميلة جدا. انتوا بقى وانتوا بتعجنوا لو لقيتوا العجينة قاسية معاكم زودوا لها شوية لبن دافي. لقيتوها يعني طرية لسه مش متماسكة، تقدروا تزودوها شوية دقيق، يعني على حسب بقى ايه انتوا شايفين العجينة معاكم ايه. فهسيبها دلوقتي تخمر في حتة دافية، اغطيها واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. طيب بصوا بقى العجينه بتاعتنا اهي. مبدئيا كده ما تستغربوش ان انا بصور يا جماعه في الاوضه، بس انا لما اعمل لكم جوله في شقتي هتشوفوا المطبخ قد ايه صغير، والرخامه محطوط عليها الميكروويف والعجان وكده، مفيش مكان ان انا افرد عليه يعني عموما. فانا عندي الترابيزه دي اللي هي بتاعه الاكل، فقلت يعني اعمل في الاوضه اوسع. المهم العجينه اهي خمرت اهي بقت زي الفل. تمام، هنخرج بس الهواء اللي جواها، ايوه كده. وبعدين هننزلها على الترابيزه. هننزلها كده على الترابيزه، وهبتدي بس اشكلها حلو بس كده. وهنبتدي نفردها بالمردنه او النشابه. تمام. بصوا بقى يا بنات، بصوا فردنا العجينه اهو. بصوا المهم ان يبقى سمكها كده، مش عارفه باينه ولا لا، ثواني هقرب لكم طب الكاميرا. بصوا يبقى السمك بتاعها اهو، يعني ولا رفيع ولا تخين. تمام. بصوا بقى لو عندكم القطاعه بتاعت الدوناتس اعملوا بيها، ما عندكمش ممكن بكوبايه او بكاس زي كده. انا عايزه الحجم يبقى كبير كده مش اللي هو بتاع الكوبايه، فهعمل بالكاس ده اهو. تمام، لان انا كمان ما عنديش القطاعه بتاعت الدوناتس. وبالنسبه للحته اللي في النص هنجيب اي قمع كده وهنقوم ايه قاطعين بيها الحته اللي في النص. بصوا بقى هنعمل كده اهو، بسم الله. بصوا اهو اهي. هنشكل بقى كله بالطريقه دي، وبعدين ثواني هعمل معاكم واحده اهو. بصوا انا هعمل تجربه الاول، هشوف الحجم ده هيبقى كبير ولا نعمل بالحجم ده. بس انا شايفه اهو لا الحجم ده ممتاز. فالحته اللي في النص اهي نعمل بالراحه خالص كده. وهشيل بقى الحته اللي في النص دي. الحته دي انا مش هرميها، ممكن انت تجمعيهم كلهم على بعض وتقومي فرداهم من اول وجديد وتعملي بيها دوناتس، وممكن ان انت تخليها زي ما هي كده وتقليها وهي صغيره كده
تجمعي بقى الكور بعد ما تتقلي، تحطيها في مثلا كاس زي ده كده، وترش عليها ايه نوتيلا او شوكليت او يعني النكهه اللي انت عايزاها. انا بصراحه انا هعمل كده. هخلص بقى الكميه كلها وبعدين هنشوف هنعمل ايه. طيب بصوا بقى، ده شكلها اهو بعد ما خلصنا. تمام. عملت معايا كام واحدة الكمية دي؟ 1 2 3 4 5 6 7، عملت معايا 10. في 3 هنا كمان اهو. تمام. هنسيبها بقى تخمر ربع ساعة وبعدين نروح نقليها. بصوا بقى يا بنات، النار اهي هنخليها يعني ايه وسط خالص. تمام. واول ما الزيت يبتدي اللي هو يعمل يعني يبتدي اللي هو هيغلي كده، تحطي فيه الدونتس على طول. لو عندك ترمومتر، تمام، اللي هو بتاع قياس الحرارة بتاع المطبخ وكده، المفروض ان هو يبقى ايه، يبقى 2 أو 3. ما عندكيش هتعدي بالظبط دقيقة بعد ما تشغلي النار، تظبطي يعني دقيقة بعد ما تشغلي النار، وبعدين تقومي ايه، تقومي حاطة الدوناتس على طول. بصوا بقى اهو ابتدى ان هو يعمل ايه، فقاقيع زيت. بصوا بقى هنعمل ايه، هنجيب ثواني، هنجيب الدوناتس كده بالراحة اهي، وهنبتدي ان احنا بسم الله نسقطها في الزيت كده بالراحة بالورقة اهو. بصوا هنبتدي ان احنا ايه ننزلها كده اهو في الزيت بالورقة اهو. واول ما نبتدي نلاقيها ابتدت ان هي تمسك نفسها من تحت كويس بشويش، هنشيل الورقة. بصوا يا بنات، الفقاقيع اللي بتبتدي تطلع من الزيت، بصوا قليله ازاي، علشان ناس كتير اشتكت ان هي بتعمل الدوناتس بيبقى مستوي من بره ومن جوه معجن. فزي ما قلتلك الزيت يكون غزير كده كتير، وتكوني موطيه النار مخليها على يعني درجه النار تكون متوسطه، وتسيبيها بقى ايه تتقلي براحتها. بصوا بقى هو بيبتدي كده ان هو اهو يتقلي. تمام. وهتقلبيه بعصاية الشيش طاووق يا بالمساكة. هخلص بقى بقية الكمية وبعدين نرجع لبقى. بصوا بس يا بنات، علشان بس منساش، لما تخرجي اللي محطوط في الطاسة او الكزرولة او الحلة ايا كان اللي انت بتقلي فيه، تمام، لما تخرجي الكمية اللي انت حطاها ادفع على الزيت واسيبيه لحد ما يبرد تماما، وبعدين ارجعي ولعي عليه تاني بنفس الطريقة اللي عملنا بيها دي. علشان خاطر لو قليتي وهو سخن كده هتبصي تلاقيها استوت معاكي من بره ومن جوه معجنة. تمام. فهندفع الزيت بعد ما نطلع الكمية اللي في الطاسة او الحلة، هندفع على الزيت ونسيبه لحد ما يهدى خالص خالص تماما، وبعدين نبتدي نولع عليه تاني. بصوا بقى يا بنات، بصوا مش شاربة اي زيت خالص، وبصوا مقرمشة من بره وبصوا من جوه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزة بس افتحها. بصوا العجينه من جوه بيضه ازاي اهي وهشه، وبصوا مستويه اهي، ولا معجنه ولا حاجه اهو. الباقي بقى هنزينه وبعدين هنشوف شكله ايه مع بعض، وهنشوف برضو شكله واحنا بنزينه. طيب بصوا بقى، انا معايا هنا للتزيين شوكولاته بيضاء ومعايا شوكولاته بني، بس دي مش شوكولاته بني، عفوا دي نوتيلا، لان انا بحبها بالنوتيلا اكتر من الشوكولاته البني. ومعايا سكر بودره. السكر البودر هحطه على دي اللي كانت بطلعها من جوه الدوناتس. تمام. عملتها كده زي نظام الزلابيه، حطيتها في كاس وهحط عليها سكر بودر. وهنا الشوكولاته البني. بصوا بقى يعني هجيب واحده كده. تمام. نسمي الله بسم الله. بصوا التزيين ده على حسب ما انتوا عايزين. بسم الله اهو. التزيين ده ايه زي ما قلت لكم زي ما تحبوا. فانا هعمل معاكم بس واحده اهو، يعني هعمل واحده كده
تمام. وهحط عليها شويه من الكريم الملون ده. فالتزيين ده زي ما قلت لكم ايه زي ما انتوا ما تحبوا. هخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم تاني. بصوا ده شكله ده شكله اهو بعد ما خلصته. بصوا ده اللي عليه سكر بودر، ده اللي كان مطلعاه من جوه الدونات اهو. بصوا الاشكال اهو. عملت اشكال كتير اهي اهي اهي. يا رب بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.